اهلا بيكم في افكار وصفات مع روني. النهارده هنعمل مع بعض كيكه خطيره جدا، بجد هتعتمدوها بعد كده في كل وصفات الكيك اللي هتعملوها من كتر ما هي نتيجتها مضمونه وهتطلع معاكم ناجحه جدا. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. هجيب طبق وهجيب منخل، هحط فيه كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من النشا، معلقه كبيره بيكنج باودر، وهنخلهم كويس جدا، وهحط رشه صغيره من الملح. هجيب صينيه احط فيها شوية زيت وهبتدي بالفرشة ادهنها كويس جدا من كل ناحية، وهدهن الجوانب بتاعتها كلها كمان بالزيت كويس اوي. دلوقتي هجيب طبق وهجيب 4 بيضات لو كان حجمهم كبير او 5 بيضات لو حجمهم صغير شوية، وهفصل الصفار عن البياض، وهحط على الصفار وعلى البياض كل واحد شوية فانيليا. هبتدي اضرب بياض البيض الاول، والكيكة دي هتاخد مع 1.5 كوباية من السكر. كوباية منهم هحطها دلوقتي مع بياض البيض وانا بضربه بالمضرب، هنزل بيه تدريجي شويه شويه، والنص كوبايه هحطها مع الصفار البيض لما اجي اضربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنزل بالسكر واحده واحده شويه شويه كده لحد ما اخلص كوبايه السكر كلها مع البياض البيض، وهفضل اضرب بياض البيض كويس جدا لحد ما يتحول معايا المارينج. شايفين بقلب الطبق ما بينزلش منه. دلوقتي هضرب صفار البيض وهحط نص كوبايه السكر، برضو هنزل بيها تدريجي شويه شويه لحد ما بيبتدي معايا لون صفار البيض كده بيبقى فاتح شويه، لحد ما اخلص كميه السكر كلها وهيوصل معايا صفار البيض اللون الفاتح قوي ده. دلوقتي هنزل بنص كوبايه من الزيت وكوبايه من اللبن، هضربهم ثواني بسيطه بس بالمضرب، مش هزود في الضرب قوي. بعد كده هجيب خليط الدقيق هبتدي اقلبه كويس مع بعض، وهنزل على خليط الصفار بالدقيق ده شويه شويه، وهقلب لحد ما اخلصهم كلهم. شايفين الخليط سميك شويه. دلوقتي هنزل ببياض البيض على خليط الصفار، وهقلب من تحت لفوق عشان الهواء ما يخرجش من الخليط. ما تستعجلوش في الخطوه دي وبالراحه جدا لحد ما اخلص كميه البياض البيض كلها. بعد كده بعد ما اخلصها كلها هجيب الصينيه وهبتدي افضي فيها خليط الكيك ده، هدخله فرن على درجه حراره 170، هياخد 45 دقيقه. طبعا اختبرها من النص كده بسكينه او بعصايه خله الشيش طاووق زي ما انتوا حابين. طبعا هسيبها تبرد خالص وهبتدي اقطعها. شايفين الكيكه هشه ومرتفعه جدا زي السفنجه بالظبط، بجد نتيجتها مضمونه وهتعجبكم جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم فيها، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعه.